مرحبا. اليوم وصفتنا رح تكون كتير مناسبة للسحور أو للفطور بالأيام العادية. طعمه طيب بنفس الوقت كتير اقتصادي وطريقته كتير سهلة. هو عبارة عن خبز محشي بالجبنة والبطاطا المسلوقة. يلي بحب البطاطا المسلوقة كتير رح يحب هاي الوصفة وكتير رح تعجبه. أول شي رح نحضر العجينة. عجينة كتير بسيطة. رح ضيف كل المكونات فوق بعض يلي هنن: عندي 350 جرام من الطحين، تقريبا كوبين وثلاث ارباع طحين خاص بالمخبوزات. كوب من الحليب الدافي 250 ملي. إذا مو متوفر عنا الحليب فينا نضيف ملعقة كبيرة من الحليب البودرة مع كوب من المي الدافية، أو نضيف نصف كوب من اللبن الرائب مع نصف كوب من المي الدافية. ملعقة كبيرة من السكر 19 جرام. نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الناعمة 5 جرام. نصف ملعقة صغيرة من الملح. وملعقة كبيرة من الزيت النباتي، أي نوع زيت نباتي، إن كان دوار الشمس أو زيت زيتون. نقلب المكونات كتير منيح وبعدين بنبلش نعجن على ايدنا. بنعجن العجينة كتير منيح، أقل شي لمدة 8 دقايق. ونحن عم نعجن إذا حسينا العجينة كتير لينة بنضيف لها طحين ملعقة ولا ملعقة لحتى تصير القوام متماسك. إذا حسينا العجينة كتير قاسية وعم تعذبنا بالعجن بنضيف ملعقة حليب أو ملعقتين حليب، بنضل نضيف بالتدريج لحتى يصير العجن أسهل علينا، لأنه أحيانا عيار الطحين بيختلف من نوع لتاني. وبس تصير بهذا القوام بنغطيها وبنتركها بمكان دافي، تقريبا بتاخد نصف ساعة أو أكتر حسب درجة حرارة الجو. أنا حطيتها جنب الدفاية وأخدت معي نصف ساعة. بنتركها لحتى يتضاعف حجمها كتير منيح. وهلأ بنحضر الحشوة. عندي الحشوة هون رح احتاج حبتين كبار من البطاطا وحبة وسط. بالنسبة للبطاطا يا أما منقشرها ومنقطعها مكعبات وبنسلقها، هاي الطريقة ما بتاخد وقت أبدا بالسلق، أو بتسلقوها نفس الطريقة اللي أنا سلقتها فيها. سلقتها كاملة بقشرها بعد ما غسلتها منيح وتركتها تنسلق لحتى تستوي تماما، ولما استوت تماما قشرتها بهي الطريقة. هي الطريقة ما بتاخد مجهود لكن بتاخد وقت بالسلق، بينما الطريقة التانية اللي هي إنه نقطعها مكعبات بعدين نسلقها ونصفيها من ميتها بتاخد مجهود أكتر، بس وقت السلق بيكون أقل. حتى هي المكعبات وقت نقطعها فينا نحطها بالميكروويف، تقريبا بتاخد من دقايق. يعني أي طريقة انتو بتريحكم فيكم تسلقوا فيها البطاطا، المهم يكون في عنا بطاطا مسلوقة. ومنعم البطاطا كتير منيح بأي طريقة بتريحكن لحتى تصير ما فيها أي كتل. ولما تصير بهذا القوام نضيف أي نوع بهارات انتو بتحبوها. كيف بتحبوا تاكلوا بطاطا مسلوقة فيكن تحطوا بالحشوة، هذا الشي بيرجع لكم. ملعقة صغيرة من الملح، طبعا الملح حسب الرغبة، أصلا انتو فيكن تذوقوا الملح بهي المرحلة. وتلت كوب من الحليب بيعطيها طعم طيب وبيعطيها تراوي. إذا ما متوفر عندنا الحليب فينا نضيف مي، بس الحليب أطيب. ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل كمان رح ضيف. وبعدين قطعت 200 جرام من الجبنة المشللة أو جبنة الحلوم أو القشقوان أو الموزاريلا، أي نوع جبنة متوفرة حتى لو كانت جبنة بيضة عادية. وضفت الجبنة فوق الخليط، وبعدين حركت المكونات منيح وخلطتهم مع بعض لحتى صاروا مزيج واحد بهذا القوام. وبهذا الوقت كانت العجينة مختمرة. أخدت العجينة وقسمتها لنصفين، فينا نعملها أكتر من قسم، أنا حبيت أعملها قسمين يعني أعمل كل قرص يكون شوي كبير. أخدت نصف مباشرة ورقيته بهي الطريقة لحتى صار بهذا الشكل. بنحط كرة من البطاطا تكون حجمها كبير بقلب العجينة، حجمها تقريبا قريب على كرة العجين، وبناخد العجين وبنحاول نسكر فيه كرة البطاطا. بنحاول نسكر كتير منيح. وضغطت على الكرة بهي الطريقة، وبعدين بلشت رق فيها لحتى تصير كتير رقيقة. سماكتها بترجع حسب الرغبة، بس كل ما كانت أرق كل ما كان أحسن، كونه كمان الخبز رح يرجع يتضاعف حجمه مرة تانية. حبيت كمل رق على ورق الزبدة، كوني رح أخبز على ورق الزبدة مباشرة. إذا مو متوفر عندكم ورق الزبدة فيكم تدهنوا الصينية اللي حتخبزوا فيها الخبز بسمنة أو زيت أو زبدة حسب متوفر عندكم. وبعدين حطيتها بالصينية بهذا الشكل وتركتها لحتى يتضاعف حجمه مرة تانية، تقريبا تركتها ربع ساعة. وحضرت كمان مشان الدهن حبة بيض مع ملعقة كبيرة حليب، خلطتهم كتير منيح. ولما رجع تضاعف حجم العجين مرة تانية شلت الغطا ودهنتهم منيح بخلطة البيض اللي عملتها، بتعطي لون حلو وكمان لمعة حلوة.
ودخلت أصابعي بهي الطريقة كمان بيعطي شكل حلو وقت الخبز. طبعا هي الخطوة اختيارية، وفيكن ترشوا فوقه أي شي بتحبوه، جبنة بارميزان، سمسم، حبة البركة. وقت تكونوا عم تعملوا هاي الخطوة بتخلي الفرن حامي على درجة حرارة 250. أنا حبيت رش شوي من حبة البركة والسمسم، وبعدين دخلت الصينية على الفرن المحمى مسبقا على درجة حرارة 250. حطيت الصينية بالرف الأوسط، شغلت من فوق ومن تحت. إذا فرنكم ما بيشتغل من فوق ومن تحت بنشغل بس من تحت لحتى تتحمر من تحت تماما، تقريبا بتاخد ربع ساعة. ونرجع بنشغل من فوق، تقريبا بتاخد 5 دقايق. أما إذا شغلنا من فوق ومن تحت سوا بتاخد كلها على بعضها بين 10 دقايق والربع ساعة. وهيك وصفتنا لليوم صارت عنا جاهزة. وصفة كتير بسيطة ومفيدة، بتمنى تكون عجبتكم. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات، وإن شاء الله بشوفكم على خير بفيديو جديد.